السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، الاحوال ديالكم طيبة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة وعواشركم مبروكة ان شاء الله بالصحة والسلامة والعافية والتقوى والايمان. اليوم جبت لكم وصفة عجين مورق ان شاء الله اللي غادي تحتاجوه في شهر رمضان. عجين اللي غادي ان شاء الله غادي يعني كتعملوا في المملحات وفي الحاجة الحلوة اللي ساهل ماهل بزاف بزاف بزاف، سريع التحضير وناجح 100%، وكيجي مورق ومقرمش بواحد الحشوه اللي لذيذه بزاف. وبقاو معايا ان شاء الله نمروا المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. هنا كما كيبان لكم كاول مرحله عندي هنا 600 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 6 الكيسان ديال العنبه. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال ياغورت مسوس، يعني الزبادي بدون سكر. غنضيف ربع كاس ديال الزيت هذا النباتيه. هاد الوصفه انا عندي راها قديمه في القناه الصراحه، وهكا وقلت يعني نجبدها لانها الصراحه سهله وزوينه وعجينه مورقه اللي كتجي سريعه وما فيهاش المحاين. من بعد ضفت معلقه ديال السكر ومعلقه ديال الملحه. كنرمل هاد العناصر كما كتشوفوا مزيان، يعني نرمل هاد المكونات الزيت وهاد الزبادي مع الدقيق. كنتمنى تجربوها وغادي غير تفرجوا في الفيديو غادي تشوفوا شحال هاد العجينه مورقه اللي سهله مهله، يعني بلا عذاب بلا طويان، وتعملوها في الثلاجه يعني سريعه التحضير وكتجي ناجحه 100%. صافي هنا غادي نبقى نضيف الماء بالتدريج، وانا هكذا كنجمع العجين. هاد العجينه راه ما كتحتاجش معاكم عاود الدلك ولا يعني ما كتعبكمش بزاف. صافي كنبقى نجمعها بهذا الشكل هذا. غير نتوما بالنسبه للماء، الماء اللي كيكون دافي هكا، ولا كان ملي كيكون الحال سخون راه كتديروا غير الماء بارد. كنبقى هكذا بالتدريج غير بشويه وانا كنجمع. العجين كتكون ما قاصحاش هكذا بزاف وما رطباش. صافي انا غادي نجمعها. صافي هنا كما كتشوفوا غير كنبقى هكذا نديها ونجيبها، يعني ماشي بزاف. وغادي نجمعها، غادي نعملها هكذا كره اللي كتكون كبيره، وغادي نعملها في واحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مزيان. ضروري خليوها ترتاح المرحله الاولى تقريبا واحد 30 دقيقه. صافي من بعد هنا ما خليتها حتى ارتاحت. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش كتولي العجين، يعني واحد العجينه اللي غادي تكون كما كتشوفوا متماسكه. وكما كيبان لكم راه ما كتلتصقش ابدا هكذا في الايادي ديالكم. كنضيف في سطح العمل القليل من الدقيق، وهنايا غادي نقطعها كرات. هنا انا غادي نقطع بالنسبه لهذه الكميه اللي درت ديال الدقيق، هنايا درت 8 ديال الكرات. يعني كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، كتقدروا كتضاعفوا الكميه وكتقدروا كديروا غير هذه الكميه هذه. صافي هنايا غادي نبقى هكذا كنجمع فيه هاد الكرات على هاد الطريقه. الكرات ديروهم متساويين او عبروهم هكذا في الميزان باش يجيوكم هكذا مقادين. هنايا كنلففهم مزيان وغادي نضيفهم في واحد المنديل، وغادي نخليهم عاوتاني مره ثانيه واحد 5 تاع الدقائق. صافي هنايا عندي 150 غرام ديال الزبده اللي كتكون حيوانيه او ديال مارغرين ديال التوريق، يعني اللي عندكم. صافي هنا كما كتشوفوا كنضيف الزبده، ضروري كتكون خارجه على الثلاجه باش هكذا كترخف معاكم. صافي هنا كنبدا بالكره الاولى، يعني كنرش الدقيق على سطح العمل وكنضيف كما كتشوفوا الزبده. هاد الزبده هذه غادي نقسمها على 4، يعني حيت هاد العجين انا غادي ندير 4 ديال القطع نتوما غادي تشوفوا. صافي هنا كنضيف كما كتشوفوا الكميه ديال الزبده، عفوا الزبده في الوسط العجين. راه الصراحه كما ذكرت لكم هاد العجين مورق راه كتجي ساهله بزاف. صافي وكنبسط هاد العجين ثانيه، اما كديروه بالدلاك او غير هكذا بيديكم. صافي وكنضيفها على كما كتشوفوا على الزبده، وكنحاول هكذا كنخرصها من الجوانب مزيان باش ما كتفتحش معايا. صافي وكنضيفها. انا غادي نبقى ماشيه بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هذا العجين اللي عندي، يعني غادي يوليو عندي 4 ديال القطع ديال العجين.
وهنايا في هذه المرحله كنبدا عاوتاني من العجينه الاولى. هكذا كنبقى ماشيه معاهم كما كتشوفوا بالدلاك، يعني كنبقى هكذا بهذه الطريقه هذه باش هذيك الزبده كتمشي ليا في العجينه كامله. صافي وكنبقى هكذا هكا كنفردها، وانا كنضيف القليل من الدقيق غير شويه، كتقدروا كديروا حتى النشا. صافي كنبسطها بهذا الشكل هذا، غير هي ما تبسطوهاش تكون رقيقه بزاف، يعني ما رقيقه ما غليظه بزاف. صافي هنايا وكنلويها بحال الشكل المسمنه. صافي وغادي نضيفها يعني نفس الطريقه، اللي الطريقه راها ساهله ماهله كما كيبان لكم. كنمشي معاها كما كتشوفوا المرحله الاولى على هذا الشكل هذا، كنضغط عليها بالمدلك مزيان باش الزبده هكذا كتفرد ليا مزيان مع العجين. وصافي كنبسطها عاوتاني على هذه الطريقه هذه، يعني العجين ما تبسطوهاش تكون رقيقه غير شويه. صافي كنبسطها بهذه الطريقه هذه وغادي نلفها بحال شكل المسمنه. صافي وغادي نخليها، غادي نغطيها ونخليها ترتاح. هنا بالنسبه الحشوه اللي حتى هي واحد الحشوه اللي غتجيكم الصراحه لذيذه. هنايا ضفت واحد البصله كبيره، او كتضيفوا البصله الخضاريه حتى هي الصراحه كتجي مزيانه بزاف. كنضيف الملحه، الفلفل الاسود، القليل من الزيت، كنشحرها مزيان. هنا غير مشات لي واحد المقطع ملي كنشحر البصله، هنا ضفت هذا الكرنب قطعته رقيق، والجزر على حسب الكميه اللي بغيتو تما، قطعتهم هكذا مزيان وضفتهم على البصل اللي صهدته. صافي وغادي نغطي عليه ونخليه حتى كينزل. هنا في واحد المقله واحده اخرى ضفت 400 غرام ديال هذا الكفته، وضفت عليها واحد الفص كبير هكذا ديال الثومه، الفلفل الاسود، الزيت النباتيه والملحه، وخليتها هكذا بوحديتها تشحر، يعني غير شويه هكذا كتشحر ليا، يعني ماشي غادي نبقى هكذا كنخليها بزاف على النار. صافي غير كتشحر على هذا الشكل هذا. هنا في هاد كما كتشوفوا ملي كتنزل ليا هذيك يعني داك هذا المكور والكرم يعني، وهذاك الجزر، كنضيف الصلصه ديال الحار، وكنضيف واحد المعلقه ديال الصوجا. وكنت في اول مرحله ملي ضفت هذا نسيت ضفت واحد القليل من الزنجبيل طاري. صافي وكنحركها هكذا كما كتشوفوا. كنضيف هاد الكفيته هذه اللي شحرتها بوحديتها، كنبقى هكذا كندمج هاد العناصر مزيان. هاد الحشوه الصراحه كتجي بنينه بزاف. ومن بعد كنضيف الفلفل كما كتشوفوا الاحمر، يعني التحميره، او البابريكا، القليل من الكمون، وغادي نضيف القليل من المعدنوس، البقدونس. وصافي كندمج بهذا الشكل هذا. النار هنا كتكون هكذا مجهده حيت العناصر صافي طابوا كاملين. ومن بعد كاخر المرحله كنطفي النار، وكنضيف تقريبا واحد 4 المعالق ديال الفرماج هكذا مبشور. صافي وكنخليوها حتى كتبرد. بالنسبه للحشوه يعني كتبرد تماما، يعني تتبرد مزيان. صافي هنايا غادي نرجعوا للعجين كما كتشوفوا. غادي نبداو دائما بالعجين الاولى، القطعه الاولى. كنضيف كما كتشوفوا سطح العمل الدقيق، وكنفرد العجين على هذا الشكل هذا. دائما العجينه ما ترقوهاش بزاف، يعني خليوها شويه هكذا غليظه. صافي كما كتشوفوا كنبسطها مزيان. ومن بعد ضروري كتزولوا لي هذوك يعني الحاشيه الجوانب. صافي من بعد كنقطع على هذا الشكل هذا بالسكين، يعني هكا كل يعني مربعات. صافي هنا درت واحد ابيض البيض، وكندير هكذا في الجوانب ديال العجينه كامله هاد المربعات هادو، باش ملي كتجمعوهم هكذا ما كيتفتحوش معاكم، يعني كما كتشوفوا. صافي من بعد غادي نضيف الحشوه اللي ضروري تكون بارده مزيان باش ما تقطعش لكم العجينه. صافي كنضيف الكميه ديال الحشوه. دائما الحشوه كتجي هكذا كثيره بزاف باش كتجيكم الصراحه ديك المورقه كتجيكم معمره.
ان شاء الله غير جربوا هاد الطريقه، هاد العجينه المورقه اللي ان شاء الله غادي ساهله مهله كما شفتوا في الفيديو بزاف، وغتكون لكم يعني لا في الحلو هكذا لا في المالح، يعني ما غاديش تصعب تدير لكم هكذا تكون صعيبه. صافي كما كتشوفوا كنبقى نجمع العجين بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوها في الفيديو، وكنحاول هكذا انا يعني كنكليكي الجوانب وكان من بعد كنبسطهم. وصافي نفس الطريقه غير باش من هكذا الفيديو ما يجيكمش طويل حتى كنكملهم كاملين. كما كتشوفوا هذوك اللي هكذاك دايرين، هذوك راه الجوانب اللي كنت قطعت ملي كنفرد العجين هكاك بقاو طوال، وكل درتهم يعني كل 4 الخيوط هكا لففتهم وبسطتهم وعمرتهم حتى هما جا واحد الشكل رائع. صافي هنا كما كتشوفوا درت البيض، درته مع معلقه ديال الصوجه ودهنت به هاد المورقات، وهنايا كتشدوا واحد السكين اللي كيكون يعني ماضي مزيان وكتعملوا هاد الفتحات وكتدخلوهم الفران اللي كيدوز اللي كيكون درجه الحراره كيكون سخون من قبل 160. كتخليو هاد العجين حتى كطيب مزيان باش كتنفخ لكم كما كتشوفوا، كتجيكم واخده هاد اللون الذهبي وكتجيكم رائعه، وكما كيبان لكم مهويه من الداخل ديالها مقرمشه خفيفه، يعني عجينه مورقه سهله مهله وناجحه 100% من اول استعمال. غير جربوها اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والحشوه حتى هي راه كتجي بنينه ومميزه وغادي تعجبكم. اللي تفرج في هذا الفيديو خليوا لي البصيمه ديالكم، وما تنسونيش بالتعاليق حتى هي اللي كتعطيني واحد الطاقه ايجابيه، وكنعرف بلا الوصفه عجباتكم ونالت الرضا ديالكم، وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده على الجميع. السلام عليكم، خليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.